السلام عليكم. هذا غدايا اليوم حبيت نشاركه معاكم رز بالمكسرات مع طاجين بالكبدة. هذا طاجين بالكبدة، طبعا الكبدة انا محبهاش فوق الرز، فنختصر عليا في المشوار ونديرها لهم كي زي توا طاجين. ما تقوليش علاش مصورتها في الطاجين، انا ما يحبوهاش في الصينيه، خليها هكي في طاجينها وياكلوها في طاجينها زي ما هي. هذا علاش الله غالب مضطره اني نصورها في الطاجين، لو صبيتها في الصينيه مش حياكلوها. هيك يحبوها هيك، نحطها لهم في الطاجين متاعها ويغمسوها وياكلوها في الطاجين، واللي يحب ياكل معاها الرز ياكل. هذا طاجين بالكبدة، طبعا فيه حتى طريفات دجاج، يجي بسم الله ما شاء الله، والله ما نحكي لكم بنا وصلنا. وهذا رزازة، ها ندير فيها الزبيب، ندير فيها اللوز اللي عندي، يجي حبة بحبة تبارك الرحمن. كان عندك مخللات، مسيرات، زويتينات، وخبزة مصرية. طبعا ما يبيش الطاجين الخبزة العادية، ندير نحبها بالخبزة المصرية يعني، والخبز السوري الخبزة المصرية هذيك. نودكم ولا نشهيكم متابعيني، ربي يحفظكم ويطول في أعماركم، يعطيكم الصحة والعافية، في رعاية الله.